السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بخير وسعادة. شوفوا يا أبطال، هل جربتوا قبل كده إن في مدرس يديلك قبل الامتحان أسئلة متوقعة ويجي الامتحان منها بالنص؟ في حالة إنك لو ما جربتش الكلام ده قبل كده، فأنت لازم النهارده تجرب. أنا جاي النهارده يا صديقي علشان أديلك أسئلة مش هقول لك متوقعة، بل إني تقريبا جاي علشان أديلك الامتحان. فلو أنت بقى طالب بتزهق بسرعة ومش طايق إنك تسمع النص ساعة ديت أساسا وتذاكرها كويس وتفهم كويس، فأنت اقفل من دلوقتي أحسن. لكن لو أنت طالب صبور وهتقعد النص ساعة ديت عشان تفهم كل كلمة إحنا بنقولها، عشان تدخل الامتحان بكرة وتحل فيه كويس وتلاقي كل سؤال في الامتحان كان موجود في المراجعة النهارده، فاثبت كده واسمع المراجعة للآخر. ونسيت اقول لك على حاجه، لو انت ما كنتش مذاكر عربي قبل كده اساسا، او العربي واقف قدامك، او عندك اي درس فيه صعوبه، اي درس مش فاهمه كويس، احنا لسه اول امبارح شارحين المنهج بالكامل، منهج الترم الثاني بالكامل شارحينه في محاضره واحده بس في ساعتين بس، من غير اي تقصير. النصوص، القراءه، التعبير، النحو، شرح وافي جدا مع الحل عليهم كل حاجه في ساعتين. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا التعبير، احنا جايبين لك زي ورقه الامتحان كمان بالظبط. هيجي لك التعبير سؤالين. السؤال الاول بيجيب لك تعبير وظيفي. يعني ايه وظيفي؟ يعني اجباري، لازم انك تعمله طبعا. فبيجيب لك يا اما لافته، يا اما برقيه، يا اما اعلان، وربما ولكن ده نادرا بيكون رساله. بالنسبه للاعلان، الاعلان بيبقى عامل ازاي؟ اللافته بتبقى عامله ازاي؟ تعال لاشهر حاجه وهي اللافته. السؤال اللي موجود عندي اللي هو رقم ب، يقول لك اكتب لوحة إرشادية تحذر السائقين من أخطار السرعة وتناشدهم الالتزام بقواعد المرور. حضرتك تروح عامل مستطيل صغنطط كده وتروح كاتب جواه أي حاجة، بس لازم تكون في سطر واحد، وتحافظ على خطك وتحافظ كمان على الإملة إنها تكون صح. أعتقد إن أفضل لافتة تعملها بدون ما تتلخبط، قول حافظوا. حافظوا. هو يقول لك اكتب لافتة عن إيه؟ الحفاظ على المية، قول له حافظوا على المياه. طب حافظوا على الكهرباء، قول له حافظوا على الكهرباء. حافظوا على النظافة، يبقى حافظوا على النظافة. حافظوا على قواعد المرور، يبقى حافظوا على قواعد المرور. بس كده. أما لو قال لك اكتب برقية، فتعمل مستطيل أكبر شوية عشان فوق تكتب اسم المرسل إليه، بعد كده عنوانه، بعد كده تروح كاتب كلمة ألف مبروك، وبعد كده تحت على الشمال المرسل وعنوانه. اما لو قال لك اكتب اعلان، فتروح عامل مستطيل اكبر وتكتب فوق كلمه اعلان شرطه تعلن، وتنقل بقى الكلام اللي هو مديهولك. هيقول لك تعلن كذا 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 عن كذا كذا، تنقل الكلام بالنص. هتزود من عندك بس ايه؟ تقول له وذلك يوم نقط، الموافق نقط، الساعه نقط. النقط دي ما بتكتبش فيها حاجه، تسيبها نقط زي ما هي. في الاخر تقول على الشمال تحت اشراف نقط. ده كده التعبير الوظيفي. اما التعبير الابداعي بيجيب لك موضوعين تختار منهم واحد. اختار الموضوع الاسهل اللي تقدر تكتب فيه، وانا اعتقد ان الموضوع الاسهل اللي تقدر تكتب فيه اي موضوع له علاقه بالوطن او العمل او التعليم. دي مواضيع بتبقى سهله قوي. خلي بالك، مش بقول لك الموضوع اللي هيجي يبقى تختار حاجه عن الوطن او التعليم او العمل، لا، اي حاجه ليها علاقه بكده. يعني التكنولوجيا ليها علاقه بايه؟ بالعلم وبالعمل وبمصر كمان، مع اني ما قلتلكش اتكلم عن الوطن كده بصوره مباشره. فاي حاجه ليها علاقه بحاجه من الثلاثه دول، فاعتقد انك تتكلم عنها لانه بيبقى موضوع سهل جدا انك تتكلم فيه. طيب اعمل ايه بقى عشان اقفل التعبير الابداعي؟ اول حاجه، خطك يبقى كويس. اتنين، ما تشخبطش ابدا. طب يا استاذ لو غلطت؟ ما تشخبطش، اسمع كلام استاذك حبيبك، ما تشخبطش. مش لازم اقول لك على كل حاجه، ما تشخبطش واسمع الكلام. يا استاذ طب غلطت، اعمل بالقلم رصاص؟ ما تشخبطش خالص، سيبها وكمل. ثلاثة، علامات الترقيم وخاصة الفاصلة. يعني بعد ما تخلص كل جملة، الجملة تقريبا بتاخد منك حوالي سطر إلا أو سطر وحاجات بسيطة. دي الجملة.
كل جمله تخلصها حط فاصله، كل جمله تخلصها حط فاصله، وبعد تقريبا 4 سطور او 5 سطور حط نقطه وابدا من اول السطر، واسمع كلام استاذك برضو. انا كده بنصحك عشان تاخد الدرجه النهائيه. وكمان بقى في حاجه مهمه جدا اسمها الاستشهاد. ايه الاستشهاد ده؟ انك تجيب دليل على كلامك ده من القرآن أو الحديث أو الشعر أو الحكمة. وأنت عارف طبعا يا صديقي إن أنت عندك في المنهج قرآن وحديث وأشعار بتتكلم عن الوطن وعن العلم وعن العمل. فتقدر تاخد استشهاد مثلا من الأبيات بتاعت حب الوطن، تقدر تاخد استشهاد مثلا من الأبيات بتاعت خلال كريمة لو بيتكلم عن الصفات الكريمة وكده، تقدر تاخد استشهاد تقول قال الشاعر، تكتب كده قال الشاعر نقطتين وما تكتبش في نفس السطر، تنزل على السطر اللي بعده تكتب لك بيتين حلوين قوي، وبعد كده بعد البيتين تنزل على السطر اللي بعده وتكمل موضوع تعبيرك ده، بيدي لك درجات. تمام؟ يلا بقى ندخل على الامتحان. الامتحان هيجي لك سؤال قراءة من موضوع الحياة دقائق وثواني. قال إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها. خلي بالك أنا سيب لك النحو في آخر الحلقة، لأن النحو بيقول فيه كلام مهم قوي 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 قوي. اعتقد الكلام اللي هقوله في النحو لن يخرج عنه امتحان اي محافظه في الجمهوريه، فتركز معايا للاخر. اننا لابد ان نؤمن بحقيقه مؤداها، ان قليلا من الوقت يخصص كل يوم لتنفيذ او لانجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياه ويجعلها افضل مما نظن وارقى مما نتخيل. مرادف كلمه مؤداها، احيانا بيجيب لك كلمات ربما تحس ان الكلمه دي انت بتسمعها لاول مره، فلو انت ناسي معنى الكلمه ديت ايه، انصحك انك تاخد الكلمه وتطلع للقطعه فوق. شوف كلمه مؤداها اهي، بيقول اننا لابد ان نؤمن بحقيقه مؤداها. يعني ايه؟ يعني معناها، صح كده؟ شيلها وحط مكانها المعنى، يبقى معناها كذا كذا. يبقى السؤال الاول معناها مضاد كلمه نتخيل. خلي بالك عشان في ناس بتغلط في الامتحان بقى، يفتكر ايه؟ ان الاستاذ جايب له في الامتحان مرادف وانا جايب لك ايه؟ مضاد. وكل اللي بيغلط في المفرد والمعنى والمضاد والجمع عارف نفسه. طب انا هسيب لك بقى السؤال دوت تحله انت، بما انك مذاكر المنهج كويس. حل السؤال واكتب لي الاجابه ديت في التعليقات وانا هرد عليك طبعا. جمع كلمه افضل، هنا خد بالك بقى قوي، لان في حبه كلمات كده شبه بعض. كلمه افضل وكلمه فضل، والاثنين موجودين عندك في المنهج، افضل وفضل. كلمه فضل ليها جمعين بس فضول وافضال بس. اما كلمه فضيله ليها جمع واحد بس، فضائل. اما كلمه افضل اللي موجوده عندنا دلوقتي جمعها فاضل، يبقى فضلاء. يا افضل افضل يبقى افاضل بس. أكد صحة العبارة السابقة بما ورد في الموضوع. فين بقى يا أستاذ العبارة السابقة ديت؟ اللي موجودة قدامك ديت في الموضوع، اللي هي إيه؟ إن قليلا من الوقت يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين. بيقول لك أكد صحة العبارة دي. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أعمل إيه؟ اشرح العبارة، ما تقلقش يعني من شكل السؤال. الأسئلة اللي هي بتبقى المقالي ديت بيقول لك أكد ووضح وبين واشرح وفصل. الكلام اللي هو بالنسبة لك غريب قوي ده كله يعني إيه؟ اشرح. تاخد العبارة دي وتشرحها، تقول يجب على الإنسان أن يخصص كل يوم قليلا من الوقت لكي يفعل فيه شيء مفيد يعود عليه بالإفادة ويعود على البلد وعلى البشرية وعلى العالم بإفادة كبيرة، وبهذا يستطيع أن يغير شكل العالم. مش لازم تقول نفس الكلام بالظبط، يعني هتشرح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة 1000 عام. الحديث الشريف هدف نبيل. ايه الهدف ده؟ يعني اشرح الحديث وقول لي احنا عاوزين نطلع بايه من الحديث دوت. الحديث بيقول انك تقعد تتدبر وتتفكر ساعة خير من انك تقوم الليل ليلة كاملة. تقول لي ازاي ده بس؟ اقول لك استنى، ما هو قصده ايه بقى؟
قصده انك تتفكر ساعة ثم تقوم الليل، افضل من انك تقوم الليل وعقلك مشغول، تقوم الليل وعقلك مش موجود، تقوم الليل وانت مش خاشع. لكن بلا شك لو انت بتقوم الليل وخاشع ده افضل من تفكر 100 ساعة اساسا. يعني كده الهدف ايه؟ اعمال العقل والاهتمام بالوقت، لان الدرس اصلا بيتكلم عن الوقت. بعد كده نص مهم قوي، نص استعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. مين فاكر يا شطار؟ يا غلام طبعا حضرتك عارف انها اسلوب نداء كده كده، وغلام ده اعرابه منادى. مين فاكر بقى غلام ده منادى نوعه ايه؟ مضاف ولا شبيه بالمضاف ولا نكره مقصوده ولا نكره غير مقصوده ولا علم مفرد بتاع الترم الاول؟ اللي فاكر يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك برضه. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المقصود بكلمة اتجاهك لما تحفظ ربنا فربنا يبقى إيه؟ معاك، يبقى معك. مضاد كلمة يحفظك يضيعك. أنا بدي لك ثواني بس كده عشان تقدر إنك تجاوب. يا غلام، طالما إنه بينادي على إنسان يبقى غرضه التنبيه، لكن لو إنسان عظيم يبقى غرضه التعظيم. يتضمن الحديث الشريف إرشادات تربوية توجه الشباب إلى السلوك القويم. وضح ذلك. شوف بقى، أنا عايز أقول لك على حاجة. كل سؤال في النصوص اسمه وضح ذلك، اعرف إنه شرح. تاخد المقولة دي وتشرح، أو تاخد النص اللي قدامك فوق وتشرح. عشان في ناس بتشوف قدامها الكلام ده فبيبقى بالنسبة لها حاجة غريبة، مش عارف هو يتصرف إزاي. فلما تشوف كلمة وضح ذلك، لأنك هتلاقيها في الامتحان، هتلاقيها بكرة في الامتحان، شفت كلمة وضح ذلك تعرف إنك إيه؟ هتشرح. فقال: يتضمن الحديث الشريف إرشادات تربوية توجه الشباب إلى السلوك القويم. وضح ذلك. فنتكلم بقى عن الإرشادات. تقول: الحديث الشريف فيه عدة إرشادات تربوية، فيعلمنا أن نحفظ الله، أن نتبع تعليمات الله، والنتيجة فالله يحفظنا. وأيضا إذا حفظنا الله واتبعنا تعليماته النتيجة يكن معنا، وإذا سألنا أو استعنا أو طلبنا العون أو المساعدة فلنطلبها من الله. طيب، إني أعلمك كلمات. ماذا ترى من جمال في هذا التعبير؟ أنا عايز أقول لك بقى، وإنت بتجيب أي موطن جمال سواء في النص ده أو أي نص من النصوص التانية، لأن لو جالك نص إجباري هيجي لك نص من الثلاثة، يا إما الحديث، يا إما سفينة نوح، يا إما رسالة إلى ابني. يجي لك واحد من الثلاثة دول بس إجباري. وطبعا أنت عندك سفينة نوح حفظ وعندك النص ده حفظ. فتيجي تطلع موطن الجمال، تبص على الكلمة الأولى. إن يبقى أسلوب مؤكد بإن، قد يبقى أسلوب مؤكد بقد، فعل أمر يبقى أسلوب أمر، لا النهية يبقى أسلوب نهي. طب أداة نداء يبقى أسلوب نداء. طب ما فيش ولا واحدة من دول. شوف لو عندك كلمة عكس كلمة يبقى بينهما تضاد. طب ما فيش ولا واحدة من دول بقى، تقول إيه؟ تعبير يدل على، وشوف معنى الكلمة وحط معناها كده. أنت جبت أي موطن جمال موجود في النصوص كلها. فهنا قال: إني أعلمك كلمات، أولها إن يبقى أسلوب مؤكد بإن، بس كده جبت موطن الجمال. اللي بعده: لا يملك أحد نفعك أو ضرك، فالنافع والضار هو الله. قول لي كلمة الضار من أي أنواع المشتقات؟ ودي هتيجي في محافظة من المحافظات إن شاء الله، ويقول لك استخرج كذا، تبقى هي دي الإجابة، أو يقول لك بين نوع المشتق. فقول لي كلمة الضار من أي أنواع المشتقات. اكتبها كده في التعليقات: الضار نوعه كذا، عشان بس أكون فاكر السؤال، عشان احنا سألنا كده أسئلة كتير. وقوم بقى اتنشط بقى كده وجاوب، ما تخافش لو جاوبت غلط عادي.
ايه اللي هيحصل؟ جاوبت صح، برافو عليك، ونسقف لك ونقول لك برافو، بس اتنشط كده وجاوب واشتغل. اكتب بقى مما تحفظ على المعنى ده. هتقول هو بيتكلم على النفع والضر، فتقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبعا احنا عاوزين نأكد جدا على نص سفينة نوح. سفينة نوح نص مهم جدا، واحنا طبعا شرحناه في المراجعة النهائية اللي هي موجودة في الفيديو اللي لسه قايل لك عليه. المنهج بالكامل موجود، هو نص مهم جدا، فيا ريت ترجع له. بعد كده عندك نصين تختار منهم واحد. طب يا استاذ، السؤال اللي بيتسال على طول، احل الاثنين يا استاذ ولا احل واحد؟ اقول لك بص يا حبيبي، بمنتهى الصراحه، علشان انا بكلمك دلوقتي بما اني مدرس بشرح لك وخايف عليك، وفي نفس الوقت انا برضو المدرس اللي بيصحح، فبقول لك على اللي بيحصل. لو حضرتك عارف الاثنين تماما، كل سؤال عارفه، حل الاثنين. طيب لو النص الاول انت عارفه 100%، 100%، والنص الثاني عارفه بنسبه 90%، يبقى ما تحلش الاثنين، حل الاولاني بس. طيب يا استاذ، ما هم قالوا لي حل الاثنين. اسمع كلامي، اسمع كلامي، عشان ما ينفعش اقول لك ما وراء الكواليس. لو انت عارف واحد 100% والتاني 90%، حل اللي انت عارفه 100%. طب عارف الاثنين 100%، حل الاثنين. قال الشاعر اني لتطربني الخلال كريمه طرب الغريب باوبه وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. مرادف كلمة اصطفاك. اصطفاك يعني ايه؟ اختارك. طب ايهما افضل، اصطفاك ولا اختارك؟ لا اصطفاك، لانها تدل على حسن الاختيار، يبقى اختارك. مضاد كلمة تطربني، خد بالك يا اللي بتجيب المفرد والجمع غلط، ها خد بالك، هو عايز مضاد مش معنى. هي معناها ايه؟ تسعدني، تفرحني، عكسها يبقى تحزنني. تجيب المعنى الاول بعد كده تجيب المضاد. مفرد كلمة الخلال تبقى الخلة. الخلة بالفتحة. اشرح الابيات باسلوب ادبي، تمسك بقى الابيات تشرحها، تقول تبدا ازاي؟ تقول قال الشاعر، دي افضل بدايه. قال الشاعر ان الاخلاق الكريمه تسعده كسعاده الغريب عندما يعود الى وطنه ويقابل اهله واصحابه، وكذلك تسعده تذكر صفات الرجوله والشهامه والكرم بين كل الصفات كفرحه المشتاق لوطنه. فإذا رزقك الله جل وعلا صفة حميدة طيبة فإن الله قد أحبك واختارك بين عباده. ما الجمال فيه؟ فإذا رزقت خليقة محمودة. عندي حاجات كتير ممكن تقول إذا تفيد التقرير، أو تقول رزقت بناء الفعل المجهول للعلم بالفعل وهو الله، أو تقول خليقة جاءت نكرة للتعظيم. وبالمناسبة كلمة خليقة جمعها خلائق. تهزني ذكرى المروءة والندى ولا تسرني ذكرى المروءة والندى، أيهما أجمل؟ لا، الأولى أجمل. تهزني ليه بقى؟ قال لك ما الاثنين معناها تسعدني، أيوه، بس الموضوع إن عارف في واحد بيقعد بيضحك يا جماعه ضحك مش عادي، يعني يقعد يضحك 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 لغايه ما في ايه، تلاقيه اتقلب على ظهره. هو ده يقعد فلما يعمل كده ايه، فبيقعد يتهز، فمن كتر الضحك والفرحه والسعاده فبيتهز. عشان كده ايه، تهزني افضل لانها تدل على كثره السعاده. السؤال الثاني في النصوص الاختياري. طبعا ده بيجي لك كده كده قطعه قراءه متحرره. فقطعه القراءه المتحرره قبل النص ده، قطعه القراءه المتحرره تقرا القطعه كويس، وكل سؤال اجابته بتلاقيه في القطعه، بس تقرا القطعه كويس، ما تروحش تقرا الاسئله وتقعد تدور بقى على الاجابه في القطعه، لا اقرا القطعه كويس، كل سؤال هتلاقي اجابته موجوده في القطعه. من نص وادي الكنانه: يطوف بمائه عرضا وطولا ويبسط فيضه عاما فعاما، بساطك سندس وثراك تبر وجوك مشرق وشذاك عطر ونهرك كوثر وبنوك غر أبوا في الله والوطن انقساما. مرادف كلمة يبسط، يبسط يعني ينشر.
مضاد كلمة يطوف. يطوف يعني يدور، يبقى عكسها يثبت. مفرد كلمة غر، مفردها أغر، واحد بس. اشرح الأبيات بأسلوب أدبي. تقول بقى إيه؟ إن نهر النيل ينشر يدور في كل مكان وينشر خيره باستمرار، فيشبه تراب الوطن أو فراش الوطن بالحرير، وترابه بالذهب، وجوه كشمس مشرقة، وله رائحة عطرة، ونهره كنهر الكوثر في الجنة، وبنوه أصليون رفضوا دائما الانقسام في الوطن. ثراك تبر، ما الجمال فيها؟ شبه التراب بالتبر. جوك مشرق، جوك مضيء، أي التعبيرين أجمل؟ طبعا الأول أجمل. ليه؟ لأنه يدل على كثرة الإضاءة. ممكن يكون مضيء بس مش قوي، لكن مشرق لا، ده متوهج، يبقى إيه؟ الأولى أفضل. نيجي بقى للسؤال اللي كلنا منتظرينه. ركز بقى عشان أقول لك على حاجات كتير مهمة، يعني هزود على موجود في القطعة. خد بالك معايا بقى واحدة واحدة. تمر مصر بمرحلة بالغة الأهمية، تحتاج منا إلى بذل الجهد بكل ما. إيه ده يا أستاذ مادي؟ هي دي حرف دي ولا إيه؟ لا، خد بالك. ما لو جات لك في الامتحان، أو كلمة من لو جات لك في من مش من، لو جات لك في الامتحان اعرف إنها اسم. فشوف على طول إيه اللي قبلها. لو لقيت قبلها نكرة يبقى هي مضاف إليه، يبقى مضاف إليه على طول. مش قبلها نكرة أهو كلمة كل، يبقى ما ديت تبقى إيه؟ مضاف إليه. طب مضاف إليه بقى بيبقى ماله؟ بيبقى مجرور بالكسر. مضاف إليه إعراب مهم قوي على فكرة. إيه بقى المضاف إليه شكله عامل إزاي؟ لو لقيت نكرة ونكرة وما بتوصفش، خد بالك، نكرة ونكرة وما بتوصفش، أو نكرة ومعرفة، يبقى مضاف إليه. وشيل بقى كل القواعد اللي أنت حافظها المضاف إليه. القاعدتين دول يلخصوا لك المضاف إليه تماما. نكرة ونكرة وما بتوصفش، هدي لك مثال عليها دلوقتي. أو نكرة ومعرفة، يبقى مضاف إليه. شوف النكرة والمعرفة، من أجل النهوض، أدي أجل نكرة، والنهوض معرفة، يبقى دي كده مضاف إليه. وخد بالك، من ضمن الكلمات اللي بتبقى معرفة وممكن في ناس كتير ما تعرفش، الكلمة اللي فيها ضمير. لو لقيت كلمة فيها ضمير، لقيت كلمة فيها ألف ولام، تعرف إنها معرفة من كبوتها. وستظل مصر مصونة بأبنائها المتفانين. تعالى بقى هنا عندي إعراب مهم. المتفانين، لما اجي اقول لك اعرب لي كلمه المتفانين، هتلاقي عندك ناس بقى بتفكر ازاي. حد يقول لك ادي حرف جر يا استاذ، اسم مجرور مضاف اليه. لا غلط، وخاصه انها هي كمان ايه؟ مجروره، فيقول لك مضاف اليه. لا غلط. شوف، ابنائها دي نكره ولا معرفه؟ نكره. لا غلط. اسمع اسمع، لسه قايل لك دلوقتي. لقيت الكلمه فيها ضمير تعرف انها معرفه، يبقى ابنائها دي ايه؟ معرفه. والمتفانين معرفه. وبتوصف ولا لا؟ بتوصف، يبقى ايه؟ نعت. طب النعت بقى بيبقى نعت ماله؟ بيتبع اللي قبله. طب اللي قبله ايه؟ اسم مجرور، يبقى ده نعت مجرور. النعت بيتبع اللي قبله. ها، طب مجرور بايه بقى يا استاذ؟ شوف الكلمه، لقيت فيها ايه؟ نون، مجرور بالياء. ما لقيتش، يبقى ده مجرور بايه؟ بالياء. لقيتها كلمه عاديه، يبقى مجرور بالكسر. فيا مصري كن يقظا. اسمع هنا بقى، كن. لو قلت لك اعرب لي كلمه يقظا، وكتير بتيجي في الامتحان على فكره، لما تلاقي عندك كان واخواتها، اوعى تقول على اللي بعدها على طول اسم كان او خبر كان الا لما تسال سؤال. مين اللي هيكون؟ يقول له كن، مين اللي هيكون؟ انت، يبقى اسم كان ضمير مستتر. ويقظا يبقى خبر كان. حتى هو جايبها لك منصوبه اهو، بس اوعى تكتب خبر كان وتسكت. خبر كان منصوب بالفتح، تكمل الاعراب كله. لمن يريد السوء بوطنك ولنكن جميعا. شوف بقى، جميعا اعرابها ثابت، حال. حال منصوبه بالفتح. ليصبح وطننا. مين اللي يصبح؟ وطننا، يبقى وطننا اسم أصبح مرفوع بالضم.
عشان انت عارف ان كان واخاتها بترفع المبتدا وتنصب الخبر، اما ان واخاتها بتنصب المبتدا وترفع الخبر. طب انا كده خلصت الاعراب؟ لا. لو لقيت اي اسم فيه ضمير تقول لي كده، عشان وطنونا فيها ضمير اهو، تقول لي والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ده اعراب ثابت. طيب عايزين اسم فاعل لفعل ثلاثي واخر لغير ثلاثي، لازم تكون حافظ الاول، وكده كده انا قايل لك الكلام ده كله في المراجعه بتاعت اول امبارح. اسم فاعل لفعل ثلاثي بيبقى على وزن ايه؟ فاعل. بس خد بالك من حاجه مهمه، الاوزان يا جماعه اللي انتوا حافظينها، في عندي 6 اضافات، 6 دول 5، 6 6 انزل انت كده عشان يعني 6 اضافات. 6 اضافات ما بتتحسبش وانت بتيجي تشوف وزن الكلمه. زي ايه؟ الف ولام، لو لقيت الكلمه فيها الف ولام شيلها. ت مربوطه، تنوين، ضمير، مثنى، جمع. 6 اضافات ما بيتحسبوش. فوانت بتحل كده، تمر مصر بمرحله بالغه. طب مش احنا لو شلنا التين المربوطه يبقى تفضل بالغ على وزن فاعل؟ يبقى ده كده اسم فاعل من الثلاثي. بس انا عاوز انصحك نصيحه غاليه، لما تيجي تدور على اي مشتق لو لقيته كمل واقرا القطعه كامله، ربما تكون انت طلعت حاجه غلط ومش هتعرف انها غلط الا لما تقرا القطعه كامله. فاقرا القطعه كامله. طيب واخر غير ثلاثي بقى، غير ثلاثي انا قلت لك بقى امبارح ايه؟ على وزن مو اي. اللي مش فاهم بقى يعني ايه كلمه مو اي يرجع للمحاضره بتاعت اول امبارح، محاضره مهمه جدا هيفوتك نص عمرك في المحاضره بتاعت امبارح، ومحاضره النهارده نص عمرك التاني. لازم تسمع الاثنين مهمين. بندور على كلمه على وزن مو اي، فتلاقي عندك كلمه ايه؟ مو ايه يا جماعه؟ يعني اولها ميم. بص انا عايزك تجري كده بسرعه ودور على اي كلمه اولها ميم مضمومه. اجري السطر الاول ما فيهوش. بص اهو سريع اهو. السطر الثاني عندي كلمه مصونه، بس دي ايه؟ اولها ميم مفتوح، يبقى مش تبعنا. طب المتفانين، مش الالف واللام دول زياده؟ واولها ايه؟ مو اهي، متفانين، وقبل الاخر كسره، يبقى متفانين. اسم مفعول وبين فعله، عندك كلمه مصونه. بس خد بالك بقى من حاجه مهمه. ليه بيقول لك هات فعله؟ انت تروح تجيب فعله فالناس هتكتب صانه. ماشي انا معاك. خد بالك بقى، اسم المفعول هو الدرس الوحيد اللي لما تيجي تجيب فعله لازم تحط له ضمه وكسره. الفعل خلي بالك مش اسم المفعول عشان ما حدش يتلخبط. اسم المفعول من غير الثلاثي بيبقى اوله ميم مضمومه وقبل الاخر فتحه. لكن انا بكلمك عن الفعل، لو جيت تجيب الفعل لازم تحط له ايه؟ ضمه وكسره. طب انا رايح في امان الله احط ضمه وكسره، الاقي في الف. طب انطق ازاي كسره تحت الالف؟ قال لك خلاص، تقلب الالف لحرف عله تاني شبه الكسره، يبقى ايه؟ ي صينه. صيغه مبالغه على وزن ايه؟ فعول، فعيل، فعال، فعل، مفعال. هتدور هتلاقي عندك كلمه يقظ. تطلع الكلمه زي ما هي وتكتبها زي ما هي، وزنها يبقى فعل. اسم مكان من الثلاثي على وزن مفعل او مفعل، من غير الثلاثي على وزن مؤان. ندور منبع، وزنه يبقى على وزن مفعل. اسم آلة كلمة معول. معول. عندك كلمة معول دي من أدوات الفلاح، وعندك كلمة رحى من أسماء الآلة برضو المهمة اللي ربما يكون في ناس كتير ما تعرفهاش. الإسلام نهى عن النفاق. هات لي من الفعل ده بقى اسم مفعول واكتبه في جملة صحيحة. أولا لما تيجي تجيب الفعل اسم المفعول او اسم الفعل او اي حاجه، شوف الكلمه اللي قدامك دي الاول ثلاثي ولا غير ثلاثي. مش نهي ده ثلاثي ومعتل كمان. قلت لك بقى امبارح بتجيب اسم المفعول ازاي من الثلاثي المعتل؟ تجيب منه المضارع، يبقى ينهى، وبعد كده شيل يا وحط مكانها ميم مفتوح وحط لي في الاخر شد، بس منهي. سهله اهي. وحطها بقى في الجمله تبقى رقم كام؟ على فكره اي حاجه يقول لك حطها في جمله حطها رقم 2 في الجمله، رقم 2.
فتحط كلمه منهي. انت عايزه بقى اسم مفعول، هات حاجه اللي انا بنهي عنها، فتقول المنكر منهي عنه بس. اي حاجه عايز تحطها في جمله تحط رقم 2. عايز اسم فاعل حط رقم 2 وحط قبله الشخص اللي بيعمل. عايز اسم زمان حط رقم 2 وحط حاجه قبله بتدل على الزمان. عاوز اسم مكان حط رقم 2 وحط حاجه قبله بتدل على المكان، وهكذا. تتجه مصر الى البناء. عبر عن مضمون الجمله السابقه باسلوب تفضيل. اسلوب تفضيل، شوف يا جماعه، اسهل حاجه اسهل حاجه، حدد لي الاول المفضل اللي هي ايه؟ مصر. وبعدها على طول حط كلمه اكثر. واسمع كلامي، اسمع كلام اخوك الكبير، اسمع كلامي عشان ما تتلخبطش، عشان ما تتلخبطش في اسم التفضيل خالص، لان انا عارف اني كان عمل لك ورطه اسم التفضيل. فانا بقول لك على اسهل حاجه، تحط المفضل الاول وتجيب بعده كلمه اكثر. انت عايز بقى تتكلم على ايه؟ على تتجه، هات منها المفعول المطلق وحطه بعدها، يبقى مصر اكثر اتجاها، وكمل الجمله الى البناء بس. خلصت الجمله ومتاكد انها صح. طيب، سؤال بقى الكشف في المعجم اللي انت كنت واخده من تانية اعدادي وبيجي في الامتحان كتير. يا استاذ ده السؤال ده مغلبني. هقول لك السؤال ده بجيبه ازاي. اي كلمه يقول لك اكشف عنها في المعجم هتجيب منها الفعل الماضي الثلاثي بس. يبقى تتجه الماضي الثلاثي منها يبقى وجه بس كده. اكتبها كده، اكتبها كده. او عاوز تكتب واو فاصله جيم فاصله ه اللي انت عاوزه. بس لو جبت الماضي الثلاثي وطلع عندك الف مد، فتروح تجيب المضارع وتشوف الالف دوت هيتقلب لواو ولا الياء، لان الالف ما ينفعش يبقى في المعجم. وبعد كده يبقى عندك سؤالين، الخط والاملا. الخط عندك مره بخط النسخ ومره بخط الرقعه، هتكتبهم بس تخلي بالك ان خط الرقعه حرف السين بيبقى شرطه، حرف الشين شرطه ويبقى عليه ايه؟ النقطتين اللي هم بيبقى 8 كده، حرف النون اللي هو زي حرف الان، وهكذا. وبعد كده تخلي بالك وودانك مع الاستاذ كويس. طيب، شوف يا صديقي، بصراحه الامتحان دوت مهم جدا جدا جدا، فلازم تسمعه كويس قوي. وان شاء الله ان شاء الله هتروح الامتحان بكره وهتلاقي كل اسئلتك في الامتحان سهله ويسيره اذا سمعت المراجعه بتاعت امبارح اللي هي الساعتين، وخليت بالك من النصائح اللي انا قلت لك في الامتحان النهارده. وان شاء الله تدخل الامتحان تلاقيه سهل وبسيط وتطلع من الامتحان عاوز بس منك دعوه لما تفتكرني في الامتحان وتلاقي الامتحان سهل، وترجع تسيب لي تعليق هنا وتطمني عليك. وان شاء الله مستنيينك في، اقول لك ايه، مستنيينك السنه الجايه ان شاء الله. نكون قريبين من كل مكان انت ساكن فيه، ونكون موجودين في كل سنتر قريب منك، عشان اول حاجه نعملها لك ان احنا نعمل كورس نحو مجانا علشان تقدر تفهم النحو كويس قبل ما تدخل اولى ثانوي ان شاء الله. هتوحشونا. مع السلامه.